كل إنسان شاف الأرض في منامه هتقع عليه ثلاث أمور في الحياة، سواء كانت الأرض هذه صحراء أو كانت الأرض ديت خضراء أو كانت الأرض ديت يعني سبحان الله بها مياه. أما رؤية الأرض في المنام فهي تدل على حياتك، فلو شفت نفسك إنك أنت ماشي في أرض هذه هي الحياة اللي أنت عايش فيها. فإيه بقى يعني سبحان الله الرؤية اللي أنت شفتها عن الأرض؟ لو كانت هذه الأرض صحراء فاعرف إنك أنت يعني سبحان الله مقبل على الدنيا مدبر عن الآخرة، والدنيا شغلاك وفي ذنوب ومعاصي أنت بترتكبها، أو إن في بعض المشاكل والقضايا هتتعرض لها، فكن مع الله حتى يجعل هذه الحياة اللي حوالين منك خضراء وينعشها الله جل وعلا لك. فإن الأشجار والأنهار والمحيطات اللي بتكون موجودة في الأرض وبتشوفها في المنام والخضار اللي أنت بتشوفه دول أشخاص صالحين يجعلهم الله جل وعلا حوالين منك يأخذوك إلى الله ويأخذوك إلى طاعة الله جل وعلا. أما لما تشوف إن الأرض صحراء هذه مصائب وذنوب أنت واقع فيها ولا صحبة لك صالحة فانتبه. أما عن الرؤية الثانية فلو شفت نفسك إنك أنت ماشي وسط بستان، البستان هذا معناته إنك أنت سترزق بزوجة صالحة، والأشجار اللي موجودة في البستان على حدة أنواعها، يعني ممكن تشوف موز، تشوف جوافة، تشوف برتقال، الأشياء دي كلها فتعرف أن دولت أولاد يعني سبحان الله سيرزقك الله عز وجل بهم. أما عن الرؤية الثالثة فلما تشوف نفسك أنك أنت ماشي في طريق طويل جدا في الأرض ما أنتش مستطيع أنك أنت لا تهتدي لا يمين ولا يسار، وأنك أنت ماشي في الطريق كده وخلاص، فأنا عايز أقول لك يعني سبحان الله إن هذا الطريق الطويل هو حياتك، وإن ما تراه في هذا السير من بيوت ومن أشياء كأن الله عز وجل يقول لك انتبه يا عبدي فإن هذه الدنيا زائلة ولا تبقى لأحد، فاستعذ بالله من شر هذه الرؤى. إذا كان يعني سبحان الله ماشي في طريق طويل كده وفي معمار على يمينك ويسارك وانت يعني سبحان الله تايه فسل الله العافية. دول ثلاثة أحلام تدل على فتح الأبواب المغلقة، فهل رأيت واحدة منهم؟ شاركنا في التعليقات.